بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ كلامنا اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات المصرية القديمة. كلام عن برايز وشيلينات السبعينات والستينات زي اللي قدامك دول، حاجات زي كده هنتكلم عنها ونقول على سعرها. باريزة زي دي مثلا الجمهورية العربية المتحدة، تاريخ إصدارها 67، الظهر بتاعها نسر أهو، 10 قروش، الجمهورية العربية المتحدة 67. الأسعار بتاعتها حاجة زي اللي قدامك دي كل الناس معاها منها وكل البيوت مليانة منها، فدي حاجة مش نادرة. طالما موجودة مع كل الناس يبقى دي حاجة مش نادرة. فدي سعرها 5 جنيه للقطعة، القطعة ب5 جنيه. في حاجات منها غالية هقولك عليها، في حاجات منها غالية. ايه هي؟ اللي هي التاريخ نفس الشكل ده بالظبط، مكتوب عليها الجمهورية العربية المتحدة، مكتوب 10 قروش، التاريخ 1966. دي اللي غالية وسعرها غالي لأن هي نادرة ومش موجود منها كتير، والظهر بتاعها نسر زي ده، والتاريخ 1966. دي اللي غالية. أما اللي قدامك سعر القطعة منها 5 جنيه. نيجي على الحاجات زي كده برضو، حاجات تذكاري اهي، 10 قروش سنة 75 اهي، حاجات تذكاري اهي. كل ده سعر القطعة منها ب5 جنيه، 5 جنيه للقطعة. تيجي هنا شيلن برضه اهو سنة 78، 5 قروش، الظهر تذكاري اهو اهو. كل ده سعره 5 جنيه. ال5 قروش الغالية اللي هي إصدار سنة 66 ومكتوب عليها الجمهورية العربية المتحدة سنة 66، دي اللي غالية وسعرها غالي. حاجة زي اللي قدامك كل ده سعره 5 جنيه. حاجة زي كده برضه اهي، 5 جنيه للقطعة، 10 قروش سنة 77، كل ده ب5 جنيه. سنة 75 كل ده ب5 جنيه للقطعة، وبالكيلو كمان لو عاوز بيتباع بالكيلو. الحاجات دي بتتباع بالكيلو، كل دي حاجات تذكارية بتتباع بالكيلو. الغالي منها اللي هو سنة 66. أما كل اللي قدامك سعر القطعة منها 5 جنيه. متنسناش في اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.